ودي مش غلطة في الحلقة، احنا مش بنعيد الكلام تاني، احنا لا، بس دي بجد. بنأكد. دي بجد. هلو، صباح الخير. صباح النور. ايه الاخبار؟ مش قادرة بقوم النهاردة. يعني بصي حاولت اديكي من الآخر. يعني حاولت اديكي اي بس احنا صحاب عادي. مش قادرة لك ومش قادرة للعيال ومش قادرة امشي. طب شكرا. مش قادره لي اصلا. يعني مش قادرة بقوم النهاردة. اوكي، بس خير. ماله؟ يعني ما اعرفش، ما فيش موقف معين بس يعني اكيد يعني كلنا بنحس بكده. ايوه، لا لا، دي بتحس حقيقة. بكده، اكيد كل الناس بتحس بكده. حاسه كده اتسام فيهم كده صحي، انا مش قادره النهارده. ونفسي يبقى عندي كده ويب سايت زي بتاع الجامعه ده، اللي هو بندخل نقدم ليف. انا عايزه اجازه من بره. unexplained لي بدون ابداء اسباب. انا بس ماشيه يبقى ليها دلوقتي. اسم مختلف، ما اسمهاش انمي ليف، اسمها حلو عني. ليف. مش عارفه يبقى فيها استيعاب بس حلو عني. بس وقدمها وما استناش حد يأكسبت، يعني خلاص الموضوع خلصان. سلام. يعني ليه مفيش كده حاجة بحياتنا كده؟ انتي بتصحي مش قادرة تبقي يوم النهاردة، لا هو غصب عنك هتبقي يوم النهاردة، هو مش اوبشن. بس ما فاكره في ايه، يعني دايما كده بتقولي لي جمله اللي هو انت الامومه دي حاجه انت مش هتعرفي تطلعي منها، بالظبط، فهي خلاص هي حفرة. ستامب واتلزقت بقى، خلاص كده الموضوع منتهي. كل الحلقات بحاول اقول للناس يبقوا هنا، بس يعني انا حاليا في طاقة ان انا حاسة انها حفرة. وانا وقعت. حد يطلعني يعني. اوكي. طب انت عامه امتى يعني حاسه، ما اعرفش كل الناس بتحس بنفس الوقت ولا دي حاجات فاريبل؟ يعني انا بالنسبه لي ممكن احس الاحساس ده قوي لو انا عيانه. يا الله، انا لما ببقى عيانه ببقى عايزه انام، اصحى اكل انام تاني اتفرج على التلفزيون بس. طبعا دي فريم مش اكسبتبل ان انت وانت ده مش اوبشن اصلا. في عارفة في ريل دلوقتي ومنتشر كده، اللي هو ايه، واحدة في مستشفى اكتوري بتقولك انا لما ابقى في المستشفى وبعدين جوزها يدخل عليه يقول لها مفيش غدا النهارده. فهي دي حياتنا. صح. انا بحس كده اكتر لما ببقى نفسيا تعبانه. بس يعني برضو حاسه ان فرق سن الاطفال بيفرق. يعني كل ما بيبقوا اكبر ممكن عندهم تفاهم من امور معينه، دلوقتي سيبوها ترتاح كده. تليدة عندي بتتفهم ده اكتر من ريتال، يعني متقدرش تسيبني في حالي. تليدة مثلا كده سلامتك يا ماما، وتحاول بقى تحس ان بصي انا روقتلك كذا، وتحس انها عملت حاجه وساعدتني. فكل ما بيبقوا يكبروا يبقى عندهم استيعاب في حته العادي. لكن الجزء النفسي بقى اللي هو ببقى مش طايقه نفسي، الفتره دي مكتئبه ومحبطه كله رايح. فاللي هو باي. ما عنديش طاقه للبوزيتيف ديسيبلين، عشان انا اصلا مش حاسه باي بوزيتيفيتي حتى. افتح يا ابني سكرين تايم، خلينا نخلص. افتحوا التلفزيون اتفرجوا على 20 ساعه. بس مبقاش قادره بقى. اوكي. ساعات برضو بحس ان انا مش قادره لما بكون عندي حاجات كتير في دماغي عايزه اعملها مش لاحقه اعملها، فانا مش لاحقه بقوم دلوقتي يعني. انا راجعه من مثلا في شغل كتير اوفر تايم مثلا او حاجه، فانا قاعده في الشغل اللي متاخر. عندي مثلا تاسك في البي اتش دي او حاجه انا محتاجه اقعد اذاكر واخلصها. ايفن لو عندي كذا يعني كوميتمنت لحاجات فاميلي او حتى خروجات، ممكن تبقى خروجات بس هي خروجات مهمه، انا مش يعني مش للفسحه والمتعه والرفاهيه، يعني اللي هو زيارة حد بتجيبي حاجات السوشيال كوميتمنت. بالظبط. فانا لازم انزلها، بس ده مش معناه ان انا مبسوطه وانا نازلاها، ولا ان انا يعني خارجه اتفسح. لا، انا مجبره ان انزلها علشان انا عندي ايشو دلوقتي لازم احققها بقى، لازم اروح ابارك. انا كده لازم اروح. بس فدي اوقات ببقى فعلا انا مش عارفه ازق ان انا ام كمان في القصه دي، فبتبقى ايشو. انتي بقى اصلا ايه اللي بيوصلك، او يعني انا ايه اللي بحس ان بيوصلني لحاجه زي كده؟ اقول اجاوب. جاوبيني كده، يمكن عارفه ان اللي انا فيه ده ايه. هقول انا بحس بالنسبه لي يعني عايزه اركز قوي في كل التفاصيل اللي فريده بتعملها في يومها. اوكي. فعايزه اركز قوي ان اعلمها تلبس الشراب والشوز لوحدها، اعلمها لما ترجع تحط الشوز تحطها فين، وتجيب الشبشب وتلبسه ومش عارفه ايه، حاجات صغيره. فاهمه؟ انت عندك ليست
parenting tasks و points انت محتاجة صغيره كتير عايزه اعملهم او اطمن ان هم موجودين اصلا يعني اصلا. مثلا اوكي عملتي برش، عملتي مش عارفه ايه ده فانت حاسه ان هم حاجات كتير قوي فانت مش لاحقه، فحاسه ان انا كل يوم بعيد على نفس البوينتس، فحاسه ان انا عامله زي الروبوت. انت drained يعني. انا بحس ان بتبقي emotionally و physically drained. انت لا عندك طاقة جسدية ولا عندك طاقة نفسية. ايوه انا عايزة اقعد ابص في السقف وما اعملش اي حاجة تانية، ما اسمعش اي دوشة حواليا. وبتفرق بقى كل سن يعني. انا بحس ان زي ما قلت لك احنا والولاد صغيرين في جزء physical اللي هو بقى بتشيلي وتنيمي له، فانت sleep deprived خليكي متعصبة، خليكي مش طايقة نفسك وخليكي محبطة. لما بيكبروا اكتر الحته اللي انت بتقوليها بتاعت التاسكس وان انا ورايا parenting tasks كده محتاجه تعملها، بس ما بيبقى في حاجات تانية بتبقى انت بقى دلوقتي الكبيره دي، يعني مثلا حد زي التريده انت كل رد انت بتجاوبيه بيفرق. بالظبط. فانت حاسه ان كل حاجه تطلع من بقي هتشكل حاجه شخصيتك، فانت عندك حاجات في دماغك عايزه ابقى بيرفكت فيها، مش عارفه ابقى بيرفكت فيها، احس بالذنب، فبوصل بقى للبيرن اوت. او يعني مش بيرن اوت اكتر، بيرن اوت حاجه يعني. بيرن اوت ده ان انت توصلي من اي تاسك او اي حاجه بتعمليها في حياتك واصله انك في مرحله زي احتراق، زي خلاص انا مش قادره اعمل كده تاني. ده بيبقى حلو ايه؟ تاخدي اجازه، تفصلي، توقفي. احنا بقى الفيرجن بتاع البيرن اوت ده عندنا اسمه مام فاتيك. ايه الفرق ما بينه وبين بيرن اوت؟ ان انا هتسحب، انا في الدايره. والله هو ده الفرق، ان انت فعلا بتبقي فوق كل ده، انت حاسه انك انا ترابت، انا مفيش مفر. يعني بيرن اوت خلاص، حتى لو انا شغلي مش سامح ان انا اقدر دلوقتي اخد اجازه، بس عارفه ان انا at some point هوصل للاجازه. بالظبط. يعني انت مش شايفاها قدامك، توصلي مرحله حاسه انك لوحدك، حاسه انك متكتفه، ما بتحسيش ان الشخص اللي معاكي اصلا متكتف زيك، يعني بتحسي ان انت متكتفه لوحدك، مع ان ممكن يكون البارتنر ده بيساعد في كل الحاجات، بس ببقى حاقده عليه ما اعرفش ليه، بس هو انا فعلا دايما يعني هو بيعمل كل حاجه. طب ليه انا اللي مجهده ليه؟ عارفه من الشغل ومش طايق نفسه ومتعصب، هتروحي تقولي فريده خلاص يا فريده سيبي بابي لوحده شويه، بابي عايز يرتاح مش عارف ايه. اوكي مفيش الاوبشن ده، او يعني يا ريت نتروديوس الاوبشن ده لو سمحت. رساله يا ريت نتروديوس الاوبشن ده. اوكي طب يعني من منظور تاني بقى، اوكي من حته تانية، ازاي اصلا اخلي بالي انه نورة انت داخله على الموفتك دلوقتي، خلي بالك الحقي نفسك فورمي. يعني انا بحس اكتر حاجه ان انت مش حاسه ان في بوند، يعني في اوقات بتعملي معاهم حاجه وانت مبسوطه وانت حابه، في اوقات كده حاسه ان مش حاسه باي حاجه رايحه جايه، لا مشاعر ولا تعاطف ولا اي حاجه حلوه. بحس ان دي حاجه من الحاجات يعني. ايه تاني اللي هو زقوا معايا اليوم. والله قصدي بس ده بحسه كتير، ده معناه ان انا كده فاشله كتير. لا انا مش فاشله، اسمها ما فتيك لو سمحت. اوكي بس اللي هو زقوا عالي، اللي هو عارفه اوتو بايلوت مود، وزي الطياره كده بتطير نفسها، انت اليوم ماشي نفسه، يعني انت مش حاطه نفسك في وضع ان انت اللي بتسوقي او انت اللي بتمشي اليوم، هو اليوم بيمشي نفسه كده، واليوم يا رب يخلص ونخش في اللي بعده. طب ما هي كل الايام بتمشي كده؟ يعني مش كل الايام بتمشي كده؟ يعني انا ايه الفرق بين اليوم العادي واليوم الاوتو بايلوت؟ لا انت اليوم العادي انت صاحيه الصبح عايزه تعملي كذا، عايزه تعملي كذا. كان الاوتو بايلوت مود ده اللي هو انت بزقه معانا اليوم، اللي هو ايه ده هنعمل اي حاجه، نتفرج على سكرين تايم، طب يلا مثلا بدل ما قاعده مثلا تلعبي معايا بتجيبي لها اي حاجه جنبك، تعالي نشخبط هنا، تعالي بتحاولي تخلي اليوم يعدي وخلاص. هو اليوم يمشي نفسه، مش انت لا في فرق ما بين انت بتبقي صاحيه مخططه لليوم، عارفه انا عايزه اعمل ايه وايه اللي هخلصه، حتى لو انت مش طايقه نفسك. وفرق ما بين اليوم هو اللي ممشيكي، انا مش هعمل حاجه النهارده الا لو في حاجه طلعت لي. اوكي بس وبرده الاحساس زي ما كنا بنقول من شويه ان البارتنر دوت مش موجود معاكي، او ان مفيش، بلاش بارتنر حتى، ان مفيش حد حاسس ان انت مفرهده يعني، او ان انت في لوب كده ما بتخلص. ودي مش غلطه في الحلقه، احنا مش بنعيد الكلام تاني، احنا لا دي بجد دي بجد ان انت بتبقي حاسه ان انا لوحدي. بس انا حاسه اللي بتكلم عليه ده مش الشخص اللي معايا اللي هو الجوز اللي قاعد معايا في البيت، لا حتى الاهل، الصحاب كده، اي حد حواليكي مش حاسس بيكي.
ده اللي قصدي عليه. فانا مش بريبيت لا. لا انا بريبيت بقى. اوكي. بس كل دي بتفرق. فانت بقى الكونكلود يعني انت كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي يوم واثنين وشهر واثنين، فخلاص هي دايره مش بتخلص خالص. فانت بتبداي تحسي ان انا ام وحشه بقى، انا مش عارفه العب معاها واتبسط، انا مش عارفه اعمل مش عارفه والذنب ده بيقعد يزيد يزيد يزيد، فانت تبقي كارهه بقى عيشتك كأم. فتحسي انها سايكل، يعني انا نفسيتي تعبانه فبحس بالذنب، فنفسيتي بتتعب اكتر فبحس بالذنب اكتر، ونفضل بقى في سايكل ما بتخلصش. بالظبط. مش اللي هو اوكي مش انا وحشه. بالظبط. بس يعني هي اكيد ليها حل. ايه بقى؟ ما اعرفش، بس يعني انا هقول انا جاي اقول لكم النهارده ان مفيش حل. يعني انا ما بين ان انا يعني ممكن اقول لك نصايح عشان انا عندي افكار، وما بين ان دلوقتي اقول لك انا مش قادره. بس اوكي ماشي. اقول لك حاجه مبدئيا. اوكي انا اقتنعت انه انا مش بيرفكت. ايوه على فكره ده جزء كبير جدا، لان انت جزء كبير من المنفتيك ده اصلا محسسك بالذنب. انك توصلي لحته انك مش بيرفكت ده مش غير دايما طول الوقت بتعملي افورت ان انا بجري عشان ابقى بيرفكت. هو احنا في حاجه اسمها وبرضه يعني في ناس بتحس كده ايه اللي هو لا يعني زي ما بقاش بيرفكت، يعني حسيت كده ان انت مقصره. يعني هو انت هتعملي كل اللي عليكي، بس فكره انت نظرتك للموضوع ايه؟ انه انا عايزه ابقى بيرفكت مام ولا انا عايزه ابقى good enough، يعني احسن حاجه اقدر اوصل لها النهارده بالمعلومات اللي عندي وبالطاقه اللي عندي وبالخبره اللي عندي، وعارفه ان انا بكره هبقى احسن وبعده هبقى احسن. يعني انا ما اتولدتش ومش اول ما عيالي اتولدوا دول انا بقيت بيرفكت مام. يعني انا في مره جت فتره كنت بقعد ازعق لتريده كتير، فمره كنت قاعده معاها في العربيه كده وعماله افكر ما هو برضو ده it's not fair، ما هو يعني انا لسه بتعلم. فقررت ان انا اقولها لها بصوت عالي، يعني مش عارفه ده صح ولا لا، بس قررت اقول لها ايه تريده، انت عارفه ان كل حاجه باول ما بتبدايها بتبقي لسه بتتعلمي وبتبقي لسه بتشوفيها. قالت لي قلت لها انا برضو انت اول بيبي ليا، انت اول بيبي ليا، فانت اي حاجه بعملها معاكي بتبقى اول مره، فانا لسه بتعلم. يعني I'm trying my best والله، انا نفسي ابقى احسن ام ليكي، بس انا ساعات بغلط، انا اسفه ان انا بغلط، بس انا فعلا بتعلم وبحبك وبحاول ابقى احسن ام ليكي يعني. طيب فلقيتها يعني لو اتس اوكي يا مامي انت ولادي كويسه انت كويسه نجحت في اللي برضه لما يو اوبن اب معاهم الانسان اكبر شويه، لما بتشوفي بقى هم شايفينك ازاي، هم مش شايفينك وحشه على فكره، هم شايفينك انت بيرفكت مام اصلا. يعني بالفيرجن دي بالظبط. هي حاجه تاتش الصراحه، بس احنا صغيرين فاحنا مش هنقدر نوصل للمرحله دي دلوقتي. ما توصلي لها until then بقى. بالظبط كلميني كانوا افهموا. until then بقى لا until then بقى حتة ان احنا نتبسط، يعني حتى اللي احنا بحس ان احنا في كذا حلقة برضو بنرجع ليها، يعني ان احنا دايما حاطين تاسكس عايزينها تمشي بشكل معين وبننسى نتبسط معاها. يعني انا شايفه ان البارنتنج بوزيتيف بارنتنج ده عامل علينا لود ومخلينا مش عارفين نشتغل نتبسط. يعني هو الشبشب هو اللي يخليكي تعرفي تتبسطي، او مش لازم اطلع الشبشب، بس في نفس الوقت بقى قاعده مرتاحه. يعني وقت البيت تايم روتين ده بقى بالنسبه لي وقت معقد في الحنان. انا اللي جالي تروما مش فريده، انا اللي هو يعني ما عندي تروما. انا من 7:30 ل 9:30 دي اوحش ساعتين في اليوم. فاهم؟ ايوه اديكي روتين من ساعتين، هي تنام امتى؟ 9 مثلا. طيب وتبدا روتين بقى اللي هو فعلا نلبس البيجامه ونسلسل ناكل حاجه امتى؟ من 7:30 8:30 تقعدوا ساعه ونص تاكل حاجه؟ لا بس 8:30 من 7:30 ل 8:30 انت بتعملي ايه؟ قاعده بقى متوتره شايله الهم. بالظبط بقى ده انا بقوله، مش قاعده بقى مبسوطه معاهم، تحاولي تعملي فان تايم وذكريات وبيلد بوند. انا عشان في الباك دور خايفه الروتين اللي انا حاطاه ده يبوظ، ولما يبوظ النهارده يعني هتصحى بكره متاخر، يعني انا مش هلحق الباص، يعني حاجات كتير. ايوه فلازم تنام في ميعادها بالظبط عشان الحياه تبقى اسهل فيه. اقول لك على حاجه، انت في ثيري كده اسمها parent child adult theory، بغض النظر عن ترتيبهم بس هم الثلاثه. فهي فكرتها ايه؟ في ثيري بتقول ان انت في اللي هي parent child adult theory دي بتقول ان انت بيكي 3 aspects تمام بواكي. البيرنت سايد ده اللي هو السايد اللي بواكي، اللي هو عارفه الناس
عارفه لما بتقعدي مع حد من صحابك هو حتى لو مش بيرنت بتحسي ان انتي مامتنا، يعني هي دايما اللي مركزه في انه لا 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 ما يصحش، لا لا عيب، لا غلط يا جماعه، لا يعني عارفه حد مركز قوي في الفاليوز وايه الحاجات اللي المفروض تتعامل. حد دايما كيرنج، اللي هو انتي كيرنج حد عيان بتطبطب عليه، طب اشرب شاي ده تديله معايا بنادول خد. طيب فده الجزء البيئة اللي هو بيبقى مسؤول عن الكير والفاليوز والبتاع. مش في جزء الادلت ده المسؤول عن الجزء اللوجيكال والفاكتس وانه هعمل ايه واحسب ايه، وده بيبقى اوبن ان انت كل افكار كل معلومات مش عايزه اتعلم عايزه اعمل عايزه، فده الجزء اللوجيكال اللي بيكالكليت everything. في جزء التشايلد اللي هو زي كل التشايلد عفوي، بس في نفس الوقت اللي هو بتوين براكتس الدبش اللي بيرزق اي حاجه ما حته ماشي اوكي. لا وعفوي اللي هو ممكن يعمل اي حاجه في اي وقت، مش بقى اللي هو هنقعد نحسب علشان نخرج خروج هنعمل ايه وايه وايه وايه، لا احنا هنخرج ونبسط. بس في نفس الوقت ده طفل، اي طفل بيبقى برضه ما عندوش كنترول على الايموشنز بتاعته ومندفع، فده سايد جواكي عفوي ومندفع في نفس الوقت. فالفكره انت اي موقف المفروض ترفلكت على الثلاثه دول عشان تحسي انك وصلتي للبالانس. اي حاجه مضايقاكي في حياتك، طب انا كبيرنت البيرنت سايد انا شايفه الموضوع من طريقه اللوجيك ومن طريقه كذا ازاي، طب انا شايفه ان ده بيماتش مع الفاليوز بتاعتي والجزء الكيرنج ازاي، ده الجزء البيرنت. طب انا شايفه ان هو انا how I'm feeling about this، طب انا اتعصبت، طب انا مش عارفه ايه، انا فاهمه ان ده الجزء التشايلد اللي جوايا اللي هو طلع يتعصب من غير ما يفكر بمنطقيه او اللي قدامي عنده حق انه حصل كذا وكذا وكذا. اوكي فدي حاجه ان اي سيتويشن ترفلكت على التلاته دول. والحاجه التانية ان انت محتاجه تبالانس ما بين التلاته دول. يعني انت دلوقتي البيرنت اللي هو عايش طول وقت تشايلد، والتشايلد ده اللي هو جزء فيه irresponsibility شويه، مش شرط انه بيعمل حاجات اطفالي، بس مثلا اللي هو انا طول الوقت قاعد على القهوه مع صحابي ومش فارق معايا. سيبك من الاباط عشان ما نبقاش دايما ظالمين يرجل الامهات تلحقيني باكزامبل بسرعه. مش عارفه بس ماشي. لا بس برضه في امهات دايما اللي هو بالنسبه له اهم حاجه انا حياتي وانبساطي، واخرج واروح الكافيه واخرج اعمل كذا واقابل صحابي، وولادي مش مهمه بقى، سكرين تايم طول الوقت مش عارف ايه. فده جزء التشايلد، هي انت كده خليتي التشايلد يدومينيت. طب انت في جزء ادلت وفي جزء بيرنت. جزء البيرنت برضه لما طول الوقت دومينيتنج اللي هو جزء لا انت بقيتي ستريكت وبقيتي دايما رولز وبقيتي دايما شايله هم ان انا دايما المسؤوله عن كل اللي حواليا. الجزء الادلت اللوجيك اللي هو ده الجزء اللي انت بتقولي عليه، اللي انا طول الوقت قاعده بفكر انا ورايا كذا ومش هبص فمش طب ما هو هل ده وقت الادلت؟ امتى هستخدم؟ يعني انا من 7:30 ل8:30 كده ولا كده هنلعب، فده وقت مين؟ التشايلد بالظبط. من 8:30 ل9:30 ده وقت مين؟ البيرنت مثلا في وقت مثلا ببلان بشوف اعمل ايه، ده وقت الادلت. فهي الفكره ان توصلي للبالانس ده، لان يبقى في حد بيدومينيت طول الوقت انت هتتعبي او اللي حواليك هيتعبوا او كلنا هنتعب. الاجابه كلنا هنتعب. بس يعني برافو انك عندك الوعي ده بالشطرة. نفذي بقى. بالظبط صح، هي دي. بس اوعدك ان انا هروح النهارده اخد التشايلد تايم. لا والمي تايم لما خدتي بالك برضه من المي تايم ده احنا بنقوله في كل حته عشان ده مهم جدا. بس انا شايفه ان ريسنتلي يعني كل الستات فعلا عندها فكره المي تايم ده. كل الستات عندها ريسنتلي يعني مي تايم. بس انا ببقى واصله اثري في البيت مش ببقى فاهمه ان انا ممكن اخد مي تايم حالا. يعني عارفه زي ايه مثلا؟ انا مثلا كنت بذاكر دايما حاسه ان انا ورايا الشابتر ده هخلصه وبعدين اخد بريك. انا اصلا مش قادره ان انا اخلص الشابتر، بفضل قاعده ساعه متنحه قدامه. في حين ان انا كنت اوريدي قمت في لحظتها فصلت خدت بريك 10 دقايق كنت خلصته في نص ساعه. هي نفس الفكره، انا عارفه ان اوريدي في وقت حاطه نفسي مي تايم، بس انا دلوقتي مش قادره خالص. لا خليني مثلا اخد 10 دقايق جنب في اي حاجه، اقفل على نفسي حتى الاوضه، اعمل اي حاجه. طب خدوا اتفرجوا على التلفزيون دلوقتي اكسترا 10 minutes وانا افصل عشان اعرف بس كانك ايه شحنتي، عارفه الشحن اللي هو بتاع 10% اللي هتزقني لاخر اليوم. ايوه ولا تزقني بقى للمي تايم الكبير بتاعي ده. شوت اوت لكوتش الاء عشان هي بقت دلوقتي بتقول كلام كبير قوي انا مش فاهمه. لا بس فاهمه والله انا هطبق كل الثيريز بتاعتك عليا. وبعدين في الاخر
يعني ما ينفعش برضه اقعد اقول ان انا كل يوم عندي مامتة تيب، يعني انت مش كل يوم عيانة حضرتك. ايوه. لا ما هي لو هي سيفير كيس ان مش بلاقي دي فتره وفتره تانية لا ببقى كويسه، يبقى انا فعلا عندي مشكله. بالظبط، انا عندي مشكلة محتاجة مساعدة. ايوه بروفيشنال هيلب بجد بقى دلوقتي. بس دي حقيقة. بس في ناس كتير جدا فعلا زي ما انت بتقولي، هو الدايره ما بتخلص، وهو نسي نفسه جوه الدايره دي، فخلاص هو ما بقاش واعي اصلا ان في مشكله. بالظبط، you have to seek professional help، حد يساعدك، صح. therapist coach whatever، حد بقى زي آلاء كده برضه، يعني انا مش بقول لكم يا جماعه روحوا لآلاء ولا حاجه، ومش بعمل دعايه، بس هي كويسه ممكن نروح لها نستفيد باللي احنا بنشوفه ده. لا بس بجد عامة يعني انت فعلا الموضوع بيفرق اي حاجة، لان انت عمالة تضغطي في نفسك مش بتطلعي. يعني نوصل لمرحلة بقى ان انت واصلة لمرحلة لا، يعني دخلنا مثلا في اكتئاب، في انزل ليه اعمل في نفسي كده؟ هو من الاول you're not alone نفسك، لا يعني احنا بنلف وندور في نفس الايشو، انه كل الستات بيبقى عندها وقت في النص كده، او مش في النص يعني every now and then بيجي لها وقت اللي هو خلاص انه عندي كله بالظبط امشوا بره. بالظبط. فلما يجي الوقت ده it's okay. it's okay you're not alone. واعملي حاجة بقى، يعني انت بتعملي ايه، احنا ممكن بقى ايه نسأل بالظبط، تقولوا لها بقى بتعملوا في الوقت ده، يعني بتاخدوا مي تايم بتطلعوا على اولادكم، ولا بتقعدوا تبصوا في السقف بالظبط، او بتعيط. بتعيط، ما يطفي الحبيب ده معروف.